استني بس، هو مين قال لِك أصلًا إن للست تاريخ صلاحية؟ في شخص مجهول الهوية لم يحدد نوعه بعد ذكر أم أنثى، بائس، يائس، دارس في مكان مجهول برضه، قال لك سن اليأس. انت بتهزر يا ابني، انت متخلف يا ابني. والاسم الحقيقي هو سن الإياس، ومعناه في اللغة هو انقطاع الدورة الشهرية. وهنا يحضرني مشهد عبلة كامل وهي قاعدة على الكنبة ورابطة راسها وقاعدة كده. ليه يأس؟ ليه؟ ده هي التغيرات الهرمونية مجننانا والبريود بتجيلنا، وكمان لما تخلص هيبقى يأس. التغيرات الهرمونية دي بتحصل عموما للبني آدمين راجل أو ست. زي ما الست بتوصل لمرحلة الإياس، الراجل كمان بيوصل لمرحلة الأندروبوز. حضرتك بتقول ايه؟ ومعنى الأندروبوز هو انخفاض تدريجي هرمون التستوستيرون. كل مرحلة ليها شكل وإحساس وجمالها الخاص، مش معنى إنها بتخلص يعني اللي بعدها أقل. مفيش حاجة اسمها يأس، في نضج وفي وعي، واللي عدى عمره ما أخد من قيمتنا، وقيمتنا مش مربوطة بسن أو شكل. وكما يقال لم نخلق للبقاء، ولكن اصنع لنفسك أثرا طيبا يبقى من بعدك. ودمتم رايقين.